مرحب يا هلال، أهلا أهلا، كيف الحال؟ أخواتي الغاليات، السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد في وصفة جديدة. في البداية حبيت نشكر جميع وحدة انضمت لينا، نقول لكم مرحبا بكم، ألف مرحبا. وإن شاء الله يا ربي هاد الفيديوهات إن شاء الله تكونوا جربتوهم وينالوا إعجابكم. اللي مازال ما انضمتش في القناة نقول لها مرحبا بك، انضمي للأسرة تاعنا باش تكبر، وفعلي الجرس باش يوصلك كل جديد. وانا نحاول باش نجيب لكم وصفات اقتصاديين وناجحين اكيد مع جميع طرق النجاح تاعهم. وصفتنا لهذا النهار هي تحليه اللي راها دايره حاله على الانستغرام، جبتها انا جربتها، يعني وصفه ولا اروع. اول حاجه نجيبوا غبرة الشونتي نطلعوها، يعني كاس غبرة شونتي مع نصف كاس زايد شوية ماء مثلج، لازم الماء يكون بارد. والبول اللي طلعت فيه الكريمة شونتي حتى هو كنت دايرته في كونجيلاتور، يعني البول لازم يكون حتى هو بارد باش تطلع لنا بالخف وباش تكون متماسكة بشكل جيد. هاد الوصفة يا البنات ننصح جميع وحدة تجربها، يعني ذوقها رائع. يعني القرمشه تاع البسكوي مع حبيبه الشوكولا اللي رايحين نحشو به هاد التحليه ولا اروع. بعد ما نطلعوا كريمه شونتيي تاعي نديروها بجنب، نروحو نجيبو فيلم اليمونتير اي ورق شفاف، نفرشوه فوق طاولة العمل تاعنا. وشوفوا البنات، هنا لازم تكون عندنا سنيوه نقلبوها ولا عصيات كبيره، ليسونسيال لازم حاجه اللي نفرشوا فوقها هذا البسكوي، لان في الاخير راح نقلبوه نوقفوه عفوا بشكل هرم. انا جبت هذا البسكوي تاعنا المعروف اكيد والسعر تاعه في المتناول. هنا هذه التحليه خرجت لي فيها 3 علب، وانتيا وديري طول البسكويه على حسب افراد العائله تاعك. انا البسكويه هنايا درت فيها حبه موز، يعني يقدروا ياكلوا فيها 6 تاع الناس وبحجم كبير. اول حاجه نبلل البسكوي تاعي في الحليب، وندير طبقه من البسكوي نفرشها وندير فوقها طبقه كريم شانتي. البسكوي هنايا شيرات لازم يكون بشكل يعني نفرشوه بالعرض ماشي بالطول. درت طبقه كريم شانتي، نروح نعاود نبلل هذاك البسكوي، يعني نبلل البسكوي وندير طبقه ثانيه. الوصفه اللي راها تدور في الانستغرام ولا في التيك توك دايرين طبقه من البسكوي وطبقه تانية فيها الموز. انا بغيت نكبر لا فورم تاع هاد الهرم، بغيت ندير 2 طبقات من البسكوي والطبقه الاخيره ندير فيها حبه الموز. بعد ما فرشت الطبقه الثانيه ندير طبقه خفيفه من الكريم شانتيي ونفرش عفوا ندير فيها الكريم شانتي، ونروح ندير طبقة ختامية بالبسكوي، لكن هاد المرة البسكوي نحطه فقط على الأطراف، يعني في الوسط نعاود ندير الكريم شانتي وندير حبة الموز. بعد ما فرشت طبقتين في الجوانب نروح هنا ندير كريمه شانتيي ونجيب حبه الموز تاعنا نقسمها، لانه الموزه تجي مايله، الوغ لازم نقسمها باش تجي بشكل طولي اي بشكل مستقيم. وانا هنا احشيتها بحبيبه الشوكولاته، كل وحده وش دير، اللي تبغي دير مكسرات، تبغي ديري اي حاجه، زبيب، فواكه مجففه، اي حاجه، هاد الحوايج اختياريين. هنا كيما نقولوا باش كي تاكلي تتبني هكا حاجه تاع قرمشه ولا. المهم انا درت حبيبه الشوكولا ورحت في الجوانب، يعني درت طبقه ثالثه من الكريمه الشانتيي ونفرشوها على جميع اجزاء هاد البسكويه. هنا نروحوا نوقفوا البسكويه تاعنا غير بشويه، يعني باش ما نكسروهاش، لانه البسكوي راه مشرب بالحليب، دونك لازم غير بشويه نوقفوها، ولا اللي عندك اللي يعاونك، يعني يعاونك كاش واحد باش ترفديها. هنا بعد ما وقفت البسكوي تاعي نروح ندير له طبقه ختاميه من الكريم شانتي، يعني نغلفه بكريمه الشانتي. بعد ما غلفت بالتحليه تاعي عفوا بالكريمه شانتيي، نجيبو شوكولا ونعملوا لها خطوط بالشوكولا، وفي الاخير تزينيها باي حاجه متوفره عندك. انا زينتها بالفيرميسال بالشوكولا، فيرميسال الشوكولا عفوا.
بعد ما زينتها خلاص ذبحت التحليه تاعي راها واجده. نقدموها في اطباق، يعني مباشره تتحضر مباشره تتكل. نعرفوا انه البسكوي لو كان يقعد يطول يزيد يتشمخ ما يوليش فيه ديك القرمشه. يعني البنات ننصحكم تجربوها، اقتصاديه. يعني تاع هاد الوقت ماشي تحليه بارده، والذوق تاعها رائع بزاف. وحتى المذاق تاعها يعني متوازن، كريمة شونتيي ما ضفنا لهاش السكر، والبسكوي يعني حلو. دونك المذاق تاعها جاي رائع، يعني متوازن. وهذيك القرمشه تاع البسكوي بالاضافه الى حبيبات الشوكولا ولا اروع. هذه هي الوصفه تاع هذا النهار. ما تبخلونيش بجام هكا باش تحفزوني باش نحط لكم المزيد. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.